السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل ان شاء الله البسبوسة القمر دي. جبت هنا نص كيلو من دقيق السميد، يعني 3 كوبايات. يستحسن ان احنا نجيب نوع كويس، مع كوباية من السكر، كوباية الا ربع كده من اللبن، مع كوباية الا ربع من السمنة. وعندي هنا ده معلقة صغيرة من البيكنج باودر وكيس فانيليا. دي كل مكوناتنا النهارده. يلا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. حطيت هنا رشة البيكنج باودر على دقيق السميد. بعد كده هجيب كيس الفانيليا وهقلبه كده مع بعض بالشكل ده. يبقى انا بقلب كده المكونات الجافة مع بعض. تمام. في حلة صغيرة تانية اهي زي ما انتوا شايفين كده، هحط كوباية اللبن وهنزل عليها برضو بكوباية السكر. تمام. وبعد كده هنضيف لها كوباية الا ربع من السمنة زي ما قلت لكم، بس هي جامدة شوية. هنروح بقى ندفيهم كده على النار بالشكل ده. ولو عندك معلقة من عسل الجلوكوز هتبقى جميلة جدا في الخليط دوت، بس انا بصراحة ما كانش عندي. وهدفيهم كلهم كده لغاية ما السمنة تسيح على النار. مش عايزاهم يسخنوا يا جماعة لان ده هيأثر. لسه السمنة اهي كلها مسحتش، بس كفاية عندي كده. هجيب بقى الخليط ده كله كده مع بعضه وهنزل بيه على دقيق البسبوسة اللي عندي او دقيق السميد. واحاول ان انا ما اقلبش كتير عشان البسبوسة ما تنشفش مني بالشكل ده. صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. في الوقت ده اكون مولعة الفرن على درجة حرارة 190 ومجهزة صينية عندي مدهونة بالسمنة. احاول ان كل المكونات تتغلل جوه الا بس دقيق السميد. وادي الصينية اهي. هجيب بقى البسبوسة بتاعتي وهنزلها. شايفين قوامها عامل ازاي؟ ما هياش سميكة قوي ولا سايلة قوي. هنزلها جوه الصينية بتاعتي بالشكل ده. يا ريت ما ننساش نضغط لايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفنا ويشترك. هنا اهو شايفين البسبوسة طرية عندي. هفردها كده بالسباتيولا شوية وبعد كده هديها خبطتين بحيث ان هي تبقى متساوية. تمام اهو خلاص كده. كده بقت البسبوسة كلها متساوية، مفيش حتة عالية وحتة منخفضة. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 190 تقريبا، بتقعد نص ساعة بالظبط. في نفس الحلة اللي كنت حاطة فيها السمنة مع اللبن هعمل بقى الشربات بتاع البسبوسة. جبت هنا كوباية ونص من السكر وهنزل عليهم بكوباية ونص من المية. شربات البسبوسة يا جماعة بيبقى خفيف وسخن. بسبوسة تطلع سخنة وهو كمان بيبقى سخن. وهجيب كمان شريحة من الليمون هضيفها عليه كده. عايز او ممكن تعصري نص ليمون. تقليبة كده صغيرة على النار وهسيبه بعد ما يغلي حوالي 5 دقايق هطفي عليه بالشكل ده. ادي البسبوسه بتاعتنا طلعت اهي ما شاء الله. وديتها وش كده تحت الشوايه بعد ما الاحرف بتاعتها اتحمرت كويس. وهبدا بقى اسقيها بالشربات. امتى تعرفوا ان البسبوسه ما شاء الله ناجحه؟ لما تشرب الشربات على طول. اهو الشربات سخن والبسبوسه سخن. وصفه سهله وبسيطه جدا يا جماعه، وطلعت جميله بصراحه وطعمها هايل. يا ريت تجربوها. ما شاء الله شكلها تحفه وكطعمها كان جميل والله. هنا البسبوسة شربت الشربات بتاعي كله. بعد كده هسيبها تبرد وهغطي عليها اهو. هنا بقول لكم انها شربت الشربات كله بعد ما غطيت عليها وسبتها تقريبا يعني نص ساعة. طبعا ما بردتش قوي بس انا كنت عايزة اوريها لكم. هنقطع منها كده جزء عشان اوريكم شكلها عامل ازاي. طلعت مرملة وطعمها جميل جدا ومظبوطة قوي ما شاء الله. صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنا هنطلع قطعة وهتشوفوا لونها من جوه ما شاء الله تحفة. شايفين اتحمرت ازاي من بره ولونها من جوه خطير.
اتمنى ان انتوا تستفادوا من الفيديو وينال رضاكم باذن الله. شايفين شكلها من جوه هايله يا جماعه، ولا مفروله ولا اي حاجه ان شاء الله. بألف هنا وشفاء ان شاء الله. هايله، اتمنى ان انتوا تجربوها باذن الله وتطلع ناجحه معاكم واحسن من كده ان شاء الله. وشايفين هنا مش لازقه جوه الصينيه ولا اي حاجه، ما بتاخدش وقت طويل. وده شكلها النهائي. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. اشوفكم في وصفه تانية باذن الله. مع الف سلامه.